وده وضعه شوف يا من دكتور، هقول الاعراب. لك على حاجه، رايي في هذا الامر. لما يكون انا بيتي، انا قاعد في الشارع، في المنطقه، في العزبه دي، في المدينه دي، في القريه دي، واموري تمام، بس ولاد اخويا عندهم عيال صايعين شويه، مش نافعين في التعليم وبتاع، عملوا خناقه مع القريه اللي جنبنا. انا تدخلت: بس يا حبيبي ما تعملش كده تاني، وايه يا عم انت اللي انت بتعمله ده، وهاخد عليك ورق واتفاقات ونظبط الامور وزي الفل. روحت بعد نص ساعه اسمع اخويا يتصل بيا يقول لي: الحق العيال، الراجل اللي انت اتفقت معاه جه نزل ضرب فينا. بتضربهم ليه؟ قال لك عيال اخوك اللي انت جيت اتفقت لنا عشانه ولعوا في المحلات بتاعتنا. تلوم اخوك انه ما خدش عياله وراح موتهم في الحرب دي، ولا تروح تقول لاخوك ينعل ابوك لابو تربيتك؟ السؤال بقى، هو الوجود الناس دي، ما هو ده دايما هنرجع للمنطقه دي، هل وجود الناس دي قانوني؟ هم راحوا اغتصبوا بقى محل اخوك، وبعدين عايزين يديله ايه، متر مربع واحد فيه، فهو اخوك لازم يقبل. هو مش هيقبل، مش هيحصل. انا اديك بقى السؤال الاسوأ. طالبان مسكت في امريكا 20 سنه في افغانستان، قعدوا يدعكوا ببعض في افغانستان، هل طالبان غلطانه؟ تقدري تقولي ان طالبان مخطئه؟ مفيش اوسخ من طالبان بقى. طيب لا، هقول لك هل الامر كان ما بين امريكا جت علشان تربي الناس دي وتعلمهم يعيشوا حياه كويسه، ولا هي الاتحاد السوفيتي كان قاعد يعني في حرب خارجيه بتدور على ارض لا هي ارض روسيا ولا ارض امريكا؟ ده بيدور على نفوذ وده بيدور على نفوذ. انا بتكلم موقف طالبان من امريكا، هل طالبان مخطئه؟ بلدهم، خليني اقول لك ان دي بلدهم. حقهم. ليه؟ لا رغم ان طالبان دي من اوسخ الناس اللي في العالم، بس البلد دي بتاعتهم. ليست الحلول طول الوقت يا دكتور حلول عسكريه، هناك حلول سياسيه كتير. انا بتكلم على ما وقع. اللي حصل ان طالبان قعدت تدعك في الامريكان 20 سنه لغايه لما طلعوا دين ابوه. هل تقدر، رغم ان طالبان دي بنت دين كان، هل تقدري تقولي ان طالبان دي مخطئه؟ لا، لا، مش مخطئ، ولكنه انت مش متخيله المنطق. يعني انا واحد بيكلمني فعلا بيقول لي ده طالبان وافغانستان دول بيقتلوا الامريكان. يعني هو المنطق ان الطالبان دي بتقتل الامريكان. طب انت يا ابن العبيطه، انت عايز مثلا طالبان تروح تقتل ناس من الكونغو؟ ما انت اللي قاعد هناك، انت اللي هتتقتل. مش، لا، هو معتقد في نفسه ان هو ذو وضعيه خاصه، يعني هم يقتلوا اي حد الا الامريكان. لا، انت هتتضرب بالجزمه وهتتقتل بس عادي، لانك انت اللي عندهم والناس دي عندها حق. انت بقى شايف ان اسلوبهم وحش، حلو، ده مش قضيتهم، البلد دي بتاعتهم. هو ده اللي هيحصل. اللي هيحصل طيب. زي ما حصل في فيتنام. انت اصل زعلان هو مش موضوع جديد، يعني مش ظاهره صح. جديده. يعني طب الفيتناميين على فكره مثلا دوله زي فيتنام النهارده تقريبا من ثاني او ثالث دوله لها علاقات تجاريه مع امريكا. شوف اللي برافو، حصل بالظبط. قبل كده قد ايه. طلعوا دين امريكا في فيتنام ليه؟ ما هو ده الوضع الطبيعي اللي هيحصل، ان دي دولتهم وانت اللي جاي لي من بره هطلع دين امك. حبيبتي يا نسرين. الجزائر حصل فيها نفس الامر. الموضوع طيب مش حلو، زي الفل زي الفل. تعالى كده نتكلم على ما حدث في بيرل هاربر وما تبعه من القاء قنبلتين. ان امريكا بعتت طيارات وجربت التجربه دي. كان ايه الرد من اليابان؟ انت المفترض على وجهه النظر بتاعتك انه نقاتل حتى اخر ياباني. ماذا فعل الامبراطور؟ وماذا اصبحت اليابان؟ اذا ليس بالضروره ان يكون الحل دموي وعسكري، ممكن تتحل الامور، ولكن لا، لما انا نلاقي مستحيل تتحل سلميا. يا دكتور عمرو، يا دكتور عمرو، انا الدول دي اسرائيل دي، بصي، لما واحد يحس انه مفيش ردع هو حر يتحرك بس هيسيطر على المنطقه. انا بقول لك العقود القادمه اللي يقول لك مصر ملهاش دعم، يعني ناقص هيبقى في مندوب سامي اسرائيلي في مصر بالمنظر اللي حصل ده. انت بقى الناس متقبله ان اسرائيل تسيطر، هي سيطرت. اسرائيل دلوقتي سيطرت. مصر واقفه حاطه وشها في الحيط ورافعه ايديها.
من الاخر يعني بالناس اللي بترغي وبتاع، لا ده موقعك النهارده هو شكلك كده. ناس اجانب زي ما بيقولوا، هي فين الدول دي اللي حوالين اللي بتاع في المذبحه دي؟ مش عايز اتكلم كتير، الموضوع مؤسف. تخيلي بقى انت بتكلمني منظر اليابان وبتاع، 300 او 400 مليون من المحيط للخليج قاعدين، اسرائيل مرفعاهم ايديهم وحاطه وشهم في الحيط. ان الناس دي مدى العجز، وان انا اقول لك حاجه، ده مدى العجز اللي وصل لهم الاسلام. الناس دي لو عندها عقل ما كانش وصلوا للمرحله دي. لكن هذا يا بيه، الدين انا الراجل الحقير. اللي بيقاوم لا 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 منطلق لا من لا أساسيات لا، العالم. هو ده الحافز النفسي دلوقتي. اساس ايوه. المشكله هو ايه؟ ايه سبب تخلف الناس دي؟ ايه سبب تخلف الدول دي كلها؟ الناس دي ما بتنتجش اي شيء، ما فيش اي تعليم، مفيش علم، ما فيش اي حاجه. رايحين يشتروا يعني السعوديه دي عندها سلاح ممكن تغزو بيه العالم، ولا يسوى لو عيل بمطوه، عيل مبرش بمطوه ممكن يثبت دوله زي السعوديه دي. ليه؟ لا هو انا معايا فلوس، فانا معايا فلوس مش هقعد اشتري سلاح اخزنه يصدي واخد فيه عمولات واسرق وبتاع وخلاص. انما انا حرب بقى، تخيلي بقى المنطقه دي كلها مفيش كلب فيها عارف يفتح بقه، واسرائيل بتعمل اللي هي عايزاه وبتاع، واي حد كان هيفتح بقه كان هيتضرب. يعني قطر دي بس رساله كده انا للشرق الاوسط. بالمنهج الفكري ده اختلف ايه عن الراجل اللي بيقول انما اشرف مال هو مال الغنيمه، وان خلاص بقى، ما احنا ما هنحطها غنيمه ايه؟ كده. انا بقول لك حق غنيمه ايه يا ستي؟ انا بقول لك دولة، حقي. بص يا دكتور، الناس في دي كتاب. انا عايز اسالك مم. سؤال. انت لو حد جه اه. واحد من بولندا جه خد بيتك، هتسيبه مم. له؟ لا انا هموت لا، بس لا مش مش هسيبه. هسيب. صح. بس الناس دي طب بتاخد تعالى ارضها. نتفرج في الثلاثينات يا دكتور، في الثلاثينات لما راحوا يقعدوا مع بعض الفلسطينيين والإسرائيليين، أو الأربعينات في لندن، كان في حاجة اسمها الكتاب الأبيض. الكتاب الأبيض ده عملته الحكومة البريطانية عشان يوفقوا بين الوفدين اللي رايحين يتكلموا عشان يحلوا القضية اللعينة دي. يا عارف ستي كان ليه وعد عملوا بلفور الكتاب ده ده؟ كتاب ابيض ولا كتاب اسود؟ وعد بلفور ده من لا، ده بعد 1917. وعد بلفور انا والكلام عارف ده. يعني القضيه اه. مخطط ليها من ايام الدوله الخلافه الاسلاميه، الدوله العثمانيه، مخطط ليها اوكي. وقبل كمان كده. تمام. اذا الناس مش عارفه تتفق، نعمل ليهم ايه؟ بصي، انا هقول لك انا بصراحه اللي بيحصل ده، الناس اللي مم. بيتكلموا الكلام ده لان الدوله اه. برضو ايه، الدوله مزنوقه، عايزه تجد تبرير انها دوله وشها في الحيطه ورافعه ايديها. فتعمل ايه بقى؟ ده الفلسطينيين هم اللي عملوا ده، مش عارف ايه اللي هو كلام بيبرروا بيه عجزهم. دي لو ده طبعا، انا لو انا دوله بدافع عن مصالحي فعلا، كنت زماني دلوقتي داخل في حرب مع اثيوبيا. ما حصلش، ما حصلش. ده يعني موضوع اثيوبيا ده يعني مش محتاجه، وهو ده التعامل بين الدول. يعني تخيلي بقى ما اسرائيل دي مكان مصر، واثيوبيا دي بتعمل اللي بتعمله، كانت هتسكت اسرائيل؟ الناس اللي بتقول ان مصر مالهاش دعوه دي ناس بيبرروا عجز الدوله. انا بقى السؤال اللي بساله، الدوله دي من ايام الثوره واقامه جيش وطني بتاع من ايام 52، وهؤلاء بتوع الجيش الجهله بيحكموا البلد. الدوله دي ليه ما عرفتش تتقدم ليه خلال الفتره دي كلها؟ ليه ما عرفوش يعملوا كان جيش في صح؟ ليه ما ارهاصات، عرفوش يعملوا اي حاجه صح؟ ارهاصات في وليه تقدم هم دايما صناعي، عاجزين؟ كان في ارهاصات لطفره صناعيه واتعمل مصانع يعني بالفعل. بس كله انهار، وبرضه هل ايه، يؤيد اسرائيل كان ليها هل ضلع. يؤيد هل يؤيد دكتور عمرو المصري موقف واحد زي دوما مثلا، اللي يوقف على على سلالم دار القضاء العالي او سلالم نقابه انا الصحفيين، ويقول لك يا غزه يا مش عارف ايه يا مصر يا انا صفر لا اعرف الجناح؟ دوما بلا، ما هو الكلام ده انا بقول لك، انا لو مكان السيسي مش هعمل حاجه، بس انا لو انا في الوضع ده، بس انا ما مم. وصلتش البلد للوضع ده. بتوع الجيش ولاد الاحبه اللي بيتكلموا عن جيش وطني والكلام اللي هم اللي وصلوا البلد لهذا العجز، انا ما وصلتهاش. بس هم عايزين بقى ايه؟ يبرروا العجز ده، الفشل اللي هم فيه. مصر مالهاش دعوه، احنا مش عرب، احنا مش عارف ايه. يعني هناخد البلد مثلا ننقلها مثلا جنب سويسرا او السويد؟ ما انت دين امك شفت هتفضل في هذه العاشر بقى المنطقه. اللي انت قلت دول؟ بقى انت بص عارفه، يا انت دكتور. بقى في الشرق الاوسط ده، عارفه يقول لك في ايه؟ باد نيبر هود، اللي هو ايه؟ مم. منطقه سيئه، وانت مم. مش هتتنقلي منها، يعني مش هتروح في اي حته. فانت مم. قاعده فانت لما تكوني في باد نيبر هود لازم تبلطجي، لان انت لما شوف. بلطجتيش هيطلع لك بقى واحد من ليبيا يعمل لك مصيبه، السودان يعمل لك مصيبه،
وده حصل كتير يعني. حلو قوي، حلو قوي. لما تكون انت متحاصر جنوبا السودان، مش غربا لا بس انا متحصر من شويه شرقا، همج، شويه همج يعني هتعمل مش لهم ايه؟ ما اكتر حد ممكن يبهدلك كدوله منظمه وعندها جيش الهمجي، الذئاب لا المنفرد. لا مش زي الذئاب ولا منفرد بقطع. الناس دي اه لو دوله بتفهم في انك انت تخشي وتسيطري، ان السودانيين دول اي مصيبه تحصل مصر هي السبب. اما اثيوبيا اخت بلاد. انا ما عنديش تعاطف يعني مع اللي بصراحه، لان اللي حصل قبل كده كفيل يعني. بس انا دلوقتي بتاذي، انتوا بقيتوا ملايين جوه، ملايين عندي. لا انا من حق التدخل، وان انا احط الحكومه اللي انا عايزها، واللي الحكومه تنفذ مصالحي ويولعوا فعلا. انتوا مش قضيتي، بس انا قضيتي دلوقتي. بس انت ما اتدخلتي، انت قاعده ما تعرفيش بقى بتعملي ايه ولا بتاع. بس انت ما انت في اثيوبيا ما اتدخلتيش، دخلت في السودان. انت مصالح قوميه مش عارفه تحصلي عليها. فاللي بيتكلم مصر مالهاش دعوه مش عارف ايه، لا هي مصر عاجزه. قولي الاول ان الدوله عاجزه، وبالتالي انا مش هعمل حاجه. وانا بقول لك انا فعلا لما كنت مش هعمل حاجه، لان انا عاجز. انا عارف ان انا عاجز. التبعات الاقتصاديه. اسرائيل دي بصراحه، اسرائيل عملت فيلم على ايران يعني، اللي هو الناس كلها ركابها بتخبط في بعض من الاخر كده. الفيلم اللي اتعمل على ايران والفيلم اللي اتعمل على حزب الله ما فيلم مش سهل يعني. طبعا. رغم ان ايران ردها افضل 1000 مره من رد اي حد حصل في حرب مع اسرائيل على فكره يعني. ان انت انه رد بقى تسقطي صواريخ جوه اسرائيل وتعدي وتضربي وتنيميهم في المخابئ ده جوه المين لاند نفسه، دي يعني افضل 1000 مره من اي حاجه ثانيه. بس مع ذلك اسرائيل عملت فيلم على ايران. وطبعا انا فكره اسرائيل ما هي مش اسرائيل الحقيقه، هي امريكا. الحق يقال بالظبط. يعني، هي امريكا. انت بتتكلم اصلا اسرائيل تمتلك يعني اسرائيل لو عظيمه، هل اسرائيل بتنتج طائرات اف 35؟ لا. هل ده اسرائيل عماله شحنات سلاح؟ يعني اسرائيل بيصوروها انها هي بقى المصانع، ما فيش مصانع ولا حاجه. يعني ما فيش المصانع الضخمه اللي بتنتج بقى 20000 دبابه و30000، ما فيش كلام منه. كله جاي من امريكا، الفيلم امريكاني. وده برضه انا عايد نظره تاني. اللي عمال طول النهار يمدح ويهوهو ويقول لك اسرائيل واليهوديه والصهيونيه والبلا الازرق، ده هو نفسه ابن دين الكلب اللي بيقف يقول لك سيدنا موسى ومصر وخرجت وفرعون ومرعون وبتاع. ده هو نفس. لا انت لما بتخش في مشكله او حرب، اهم حاجه تدمريها عند المقابل انك بتدمري عقيدته، تضربيه في عقيده. مصر اللي هو سيدنا موسى، خلاص خليكم في سيدنا موسى، العبوا بقى مع سيدنا اللي هو شخصيه وهميه. بس طب امريكا لم تكن في المشهد سنه 48، ازاي قدرت لا امريكا بصراع كانت في المشهد. الجيوش اللي كان حاصل ده؟ امريكا في المشهد من زمان يعني، بس مش ما كانتش هي هو يا الاساس دوب بس. ترومان لا هو لا لا اللي اعلن اعترف امريكا بالدوله. مسؤوله. لا انا اقول لك على حاجه، انت نفس المنطق على فكره. المسلمين في امريكا نحن نحب السيد المسيح، نحن نحب السيده العذراء، احنا عندنا سوره في القران اسمها سوره مريم. انا لا بحب المسيح ولا بطيء دين عبيط القريه ابن الوسخه ده الاهبل اللي بيعبدوه فعلا. انا لا بطيء دين واحده شرموطه عاهره اسمها مريم، ما اعرفش مين اللي نط عليها وجاب العيل ابن الوسخه ده. الكلام ده لازم يتقال علنا، لان اللي بيضربك هو مؤمن ومعتقد في هذا الدين القذر، فانت لازم تحطمه قدام عينيه. يعني انا بقول انا لو انا مثلا هاجوا وقلبوا الدنيا قال ايه رسومات المسيء للرسول، بصراحه انا هنفترض ان انا مؤمن ولا هحرك شعره ولا هتحرك من مكاني، هخليهم ينطوا ويتنططوا كده وكل يوم رسومات وكل يوم افلام. بس انا يوم ما اقوم يعني مش هعديه على خير. هقوم ازاي بقى؟ باوسخ ما عندي وهضربها. وعلى فكره يعني مع دول بالذات الوساخه سهله جدا. واحده شرموطه اللي بيعبدوها شرموطه بتتناك من طول جابت عيل ابن وسخه حقير. احبوا اعدائكم، شوف جميل قوي ازاي يا مرقص ده العبط ده بقى. انا بقى ممكن اعمل لهم فيلم بورنو مثلا عن السيده العذراء وعايز طيب كلب يعني انت تؤيد المنهج الايراني ضد المنهج الاسرائيلي؟ ما انت بين شقي الراحه دول. لا ما انا ايراني ايه ولا انا بايده بس. انت بتدخليها في فكره نشر المذهب الشيعي وتصدير الثوره الاسلاميه لكل المنطقه على حساب